في قرية بعيدة يحيطها النهر من 3 جهات والغابة من الجهة الرابعة، عاش شاب يدعى سالم. كان سالم معروفا بين الناس بالصدق والأمانة، لكنه كان غريب الأطوار قليلا، لا يجلس في مجالس اللهو ولا يشارك في جدال القوم، بل يقضي وقته بين الحقول أو في خدمة الفقراء. كبر سالم حتى صار في 30 ولم يتزوج رغم كثرة من عرضوا عليه الزواج من بناتهم. كان يقول دوما: أريد امرأة تكون لي سترا في الدنيا، لا جمالها يخدعني ولا مالها يغريني، بل قلبها هو ما أطلبه. وذات يوم جاءه خبر أن في قرية مجاورة فتاة تدعى مريم، مشهورة بالحسن والحياء. رحل سالم ليخطبها، وقابله والدها بترحاب شديد، فتم الزواج في أيام قليلة. عاد بها سالم إلى قريته وكان سعيدا كأن الدنيا لم تخلق إلا لهما. في البداية ظهرت مريم في صورة الزوجة المطيعة، لا تخرج إلا بإذنه وتعامله بحنان ورقة. لكن بعد أشهر قليلة بدأ يلاحظ عليها تغييرات غريبة، تسهر ليلا بلا سبب وتبكي في أوقات عجيبة وتغلق على نفسها الأبواب بالساعات. كان يسألها فتقول: أذكر الله وأصلي، فيطمئن قلبه، حتى جاء اليوم الذي قالب حياته رأسا على عقب. في ليلة ممطرة استيقظ سالم على صوت حركة غريبة في البيت. نهض ليتفقد، فإذا به يرى زوجته عند النافذة تفتحها لرجل غريب يدخل خلصة. تجمد سالم في مكانه من هول المفاجأة وكاد أن يصرخ، لكن الرجل فر هاربا مع الظلام. التفت إلى مريم فإذا بها تبكي وتقول: لا تصدق ما رأيت، هذا ابن عمي جاء يطلب مني شيئا سرا لأنه يخشى الناس. لكن قلب سالم لم يطمئن وشكه لم يتركه. في الصباح قرر الرحيل، ترك لها البيت وما فيه، وحمل متاعه البسيط ورحل من القرية كلها، وقال: إذا كانت هذه هي البداية فلا خير في البقاء. مشى أياما حتى بلغ مدينة كبيرة لم يرى مثلها من قبل، مباني عالية، أسواق عامرة، وأقوام من كل جنس. وهناك التقى بتاجر كبير في السوق أعجب به وبأمانته، فعرض عليه أن يعمل معه. ومع مرور الوقت صار سالم من كبار أعوان التاجر، حتى زوجه ابنته ليلى. لكن سالم لم يكن يعلم أن القدر يخبئ له ابتلاء أعظم. عاش سالم مع ليلى حياة هادئة في بدايتها. كانت ليلى مختلفة عن مريم، ضاحكة خفيفة الروح، تدخل البهجة على قلبه. كان يقول في نفسه: لعل الله عوضني بها عن الألم الأول. ومع مرور السنوات بدأ سالم يكبر في أعين التجار، فصار له شأن ومال وذاع صيته في السوق، لكنه ظل كما هو، قلبه متعلق بامرأته لا يرى غيرها. وكان أكثر ما يحبه فيها أنها كانت تشاركه مخاوفه، فإذا جلس يحدثها عن خذلان الدنيا له ابتسمت وربطت على يده وقالت: لا تخف، أنا لن أخونك أبدا، فأنت سندي في الدنيا. لكن سالم رغم هذه الطمأنينة كان في داخله قلق لا يفارقه، كأن قلبه يهمس له أن وراء الستار شيئا لم ينكشف بعد. وذات ليلة كان سالم عائدا من السوق مبكرا، دخل البيت بهدوء، فإذا به يسمع أصواتا قادمة من غرفة ليلى. نقترب ببطء فإذا به يسمعها تحدث خادمتها وتقول: دعه يثق بي أكثر، فكلما أحبني وأمنني زاد نصيبي من ماله، وحين الوقت سأرحل إلى حيث أريد. تجمد سالم في مكانه وشعر كأن خنجرا غرس في قلبه. لم يقتحم عليها الباب، لم يصرخ، بل خرج من البيت وتركه كما فعل في المرة الأولى، وقال في نفسه: ما أقصى أن يخدع المرء مرتين بذات اليد التي ظنها أمانة. خرج سالم إلى طرقات المدينة تائها لا يعرف أين يذهب، حتى قاده سيره إلى مسجد قديم على أطراف السوق. هناك وجد شيخا وقورا يصلي، فلما أنهى صلاته
جلس بجواره وقال له: يا بني، ما بال الحزن يأكل وجهك؟ فانفجر سالم باكيا وقص عليه ما جرى معه منذ قريته حتى زواجه الثاني. عندها ابتسم الشيخ وقال: يا سالم، لا تحزن، إنما الدنيا دار ابتلاء، والله لا يريك وجوه الناس إلا ليطهرك من التعلق بهم لتتعلق به وحده. عاد سالم إلى بيته بعد أيام وقد تغير قلبه. لم يعد يرى في ليلى الامرأة التي أخلص لها، بل رآها ابتلاء آخر مر به. جمع ماله وسلم تجارته للتاجر الكبير وودع زوجته دون صخب، ورحل إلى مدينة أخرى لا يعرفه فيها أحدا. لكن هذه المرة لم يرحل هاربا، بل رحل باحثا عن نفسه. سار سالم أياما وليال حتى دخل مدينة عظيمة لم يرى في حياته مثلها. أسوار عالية تحيط بها وحراس ينتشرون في كل شارع، وأصوات الباعة تختلط بأجراس القوافل. كان واضحا أن هذه المدينة ليست كسابقتها، فهي مركز ملك وسلطان. وقف سالم في ساحة كبيرة يتأمل الناس، فإذا بجنود الحاكم يمرون مسرعين ينادون: من يعرف الكتابة والحساب؟ من يجيد التدبير؟ اقترب سالم منهم وسألهم: ماذا تريدون؟ قالوا: الحاكم يبحث عن رجل أمين يعينه في شؤون قصره بعد أن خانه وزراؤه. ابتسم سالم وقال: لعل الله ساقني لهنا لهذا. أخذوه إلى القصر وعرضوه على الحاكم. كان الملك شيخا في 50، تبدو على وجهه الهيبة والتعب معا. سأله عن حاله وأصله، فأجابه سالم بصدق: أنا رجل جربت الدنيا حتى مللتها، وما عدت أطلب إلا راحة القلب ورضا الله. أعجب الحاكم بكلامه وعينه مشرفا على بعض أمور القصر، وفي أيام قليلة ظهرت أمانته وذكاؤه، فأصبح مقربا من الملك. لكن لم يكن القصر خاليا من الشر، ففيه الحساد وفيه من يرون في سالم غريبا خطرا يهدد مصالحهم. وذات مساء بينما كان سالم يراجع سجلات القصر، دخلت عليه جارية وأعطته رسالة مطوية. فتحها فوجد فيها كلمات مرتجفة: احذر، فإن أقرب الناس إلى الملك يتآمرون على قتله، وإذا تكلمت ستقتل قبل أن تنطق. ارتجف سالم وأخذ يقرأ الستران مرارا. لم يعرف من كاتب الرسالة، لكنه أحس أن الأمر ليس مسحة. قضى ليلته ساهرا يفكر: هل أخبر الملك فيتهمني؟ أم أسكت فأكون شريكا في الخيانة؟ وفي اليوم التالي استدعاه الحاكم وقال له: يا سالم، بلغني أن بعض رجال القصر يشيعون الفساد، وأنت وحدك من أثق به، ماذا ترى؟ تردد لحظة ثم تذكر أن الصدق نجاه في كل مرة، فقال: مولاي، ما علمت إلا ما وصل إلي، لكنني أشم رائحة فتنة قريبة. إن أردت النصيحة، اختبر رجال قصرك واحدا واحدا وستنكشف لك الوجوه. أعجب الملك برأيه وقرر أن يضع خطة سرية يميز بها المخلص من الخائن. وهنا بدأ فصل جديد في حياة سالم، فلم يعد مجرد رجل هارب من نساء خائنات، بل صار شاهدا على مؤامرة قد تغير مصير مدينة بأكملها. بعد أيام من نصيحة سالم، قرر الملك أن يختبر وزراءه وكبار قصره. دعاهم جميعا إلى وليمة عظيمة وجعل سالم يجلس إلى جواره. كان الحاضرون يظنون أن الأمر تكريما لهم، لكن الملك كان قد خبأ وراء قلبه خطة محكمة. بدأ الملك يتحدث عن خزائنه وثرواته، ثم فجأة قال بصوت عالي: لقد سرق لص كبير بعض جواهر القصر، وقد علمت اسمه وسأكتشفه الآن. ساد الصمت وارتجفت القلوب. نظر سالم إلى وجوه الجالسين، فإذا العرق يتصبب من جبين الوزير الأكبر، بينما ارتجفت يد آخر وهو يمسك بالكأس. ابتسم الملك وقال: لكنني سأمهله الليلة ليتوب ويرد ما أخذ، وإلا علقته هدًا على أبواب المدينة.
انفض المجلس وكل واحد منهم يظن أن السر قد انكشف. وفي الليل كان سالم يراقب من نافذة القصر الخلفية، فإذا بالوزير الأكبر يخرج متخفيا حاملا صندوقا صغيرا. تبعه سالم حتى وصل إلى بيت بعيد في أطراف المدينة، وهناك دفن الصندوق تحت الأرض. في الصباح أخبر سالم الملك بما رأى، فاصطحبه مع الجنود إلى المكان وأخرجوا الصندوق، فإذا هو مليء بجواهر وخواتم مفقودة من خزائن القصر. أحضر الوزير مكبلا، فصرخ الملك في وجهه: كنت أظنك أمينا على داري ومالي، فإذا بك تخونني؟ حاول الإنكار، لكن الأدلة كانت أوضح من أن تخفى. عندها التفت الملك إلى سالم وقال: لقد كنت صادقا يا سالم كما عهدتك. ثم نظر في عيون الحاضرين وأكمل بصوت قوي: ألا فاعلموا أن الله يكشف الخائن ولو بعد حين، وأنه لا يرفع إنسانا إلا بصدقه، ولا يسقط آخر إلا بخيانته. رفع سالم رأسه لأول مرة في سلام داخلي، وشعر أنه لم يعد ذلك الرجل التائه بين خيانة النساء ومرارة الماضي، بل صار رجلا جديدا قد تعلم أن يضع ثقته في الله وحده لا في البشر. وفي تلك الليلة جلس سالم وحده يتأمل السماء وقال: اللهم كما كشفت لي وجوه الناس، اكشف لي وجهي الحقيقي، واجعلني عبدا صادقا لا أخون أمانة ولا أبيع وفاء. ثم أغمض عينيه مبتسما، وكأن رحلته الطويلة انتهت أخيرا بسلام القلب، لا بانتصار السيف ولا بكثرة المال. هنا تكون خلصت قصتنا. أتمنى تكونوا استمتعتوا. أنا ياسمين، سلام.